ايه بيحصل في جسمنا لما بيكون عندنا anxiety؟ عقلنا بيترجم انه في خطر جاي علينا، فبيجهز نفسه ان هو يحارب. جسمنا بيخش في حالة اسمها استعداد للخطر اللي هي fight or flight. واحد، زيادة في ضربات القلب وضخ الدم. القلب بيضخ دم أسرع علشان يمد الجسم والعضلات بالطاقة علشان يهرب أو يواجه. تاني حاجة التنفس بيزيد بيتسرع او بيجيلي حاجة اسمها hyperventilation. جسمي بيعمل ده عشان يدخل اكسجين اكتر، لكن ده ممكن يسبب لي دوخة او احساس بخنقة. 3، شد في العضلات علشان الجسم يبقى مستعد لأي حركة سريعة، وده ممكن يسبب ألم أو تشنجات. حاجة ارتفاع الكورتيزول والادرينالين. هرمونات التوتر دي بتدي للجسم طاقة اسرع، كانها لو زادت لفترة طويلة ممكن تسبب ارهاق ومشاكل صحية. خامس حاجة هو العرق وبرودة الأطراف. الجسم بيحاول ينظم الحرارة بتاعته، الأطراف بتبرد عشان الدم يتوجه للحتت اللي أنا محتاجاها، أعرف أخش أحارب وأضرب اللي قدامي يا أطلع أجري بسرعة. 6، مشاكل في الجهاز الهضمي، أو زي ما بنقول بطننا مكركبة. ليه ده بيحصل؟ علشان وقت التوتر الهضم بيقف. سابع حاجة هي التشتت وصعوبة التركيز. العقل بيكون مركز على الخطر اللي أنا بحاول استحمله، فعشان كده صعب إن احنا نركز على حاجة تانية. 8، اضطراب النوم. القلق بيسبب أرق ونوم متقطع لأن العقل مش قادر يهدى. 9، بقنا بينشف نبدأ نتكلم أسرع بكتير نتيجة للأدرينالين اللي احنا فرزناه. 10 حاجة هي مشاكل في الرؤية. أحيانا التوتر بيسبب عدم وضوح في الرؤية، تغيب تدفق الدم في العين. دي كلها ردود فعل طبيعية لو القلق كان مؤقت، لكن لو القلق كان زيادة ومستمر بشكل مفرط، وقتها ده بيأثر على صحتنا النفسية والجسدية. Peace out.